فيلمنا أحداثه بتبتدي مع الدكتورة روز وهي بتمارس شغلها كطبيبة نفسية في أحد المستشفيات، وبيكون عندها حالة في المستشفى واسمه كارل، وبيكون عنده صدمة عصبية وهذيان، وبتحطه تحت الملاحظة وبتصنفه إنه من المرضى غير المؤذيين. توصل حالة جديدة للمستشفى واسمها لورا، وبيكون البوليس هو اللي جابها المصحة النفسية، والممرضة بتبلغ الدكتورة روز إن المريضة الجديدة ملهاش تاريخ مرضي قبل كده، بس من أسبوع شافت الأستاذ بتاعها في الجامعة وهو بيضرب نفسه قدامها بمطرقة لغاية لما مات، وإن البوليس استجوبها بما إنها الشاهدة الوحيدة على الحادثة، ومن بعدها وهي بتعاني بسبب الصدمة. وبتدخل روز علشان تكشف عليها، ويبان على لورا إنها خايفة من حاجة لأنها واخدة ركن من الحيطة وواقفة فيه وكأنها خايفة من حاجة. بس دكتورة روز لما بتشوفها كده بتحاول تطمنها وتقول لها إنها في أمان ومفيش داعي للخوف، بس لورا بتقول لها إنها في خطر، والدكتورة روز هتسألها أسئلة تقليدية زي إنهم في أي يوم من أيام الأسبوع، إنهم في شهر كام، علشان تقدر تعرف إذا كانت لورا بتعاني من الجنون فعلا ولا لأ. بس لورا بتجاوب على الأسئلة وبتقول لها إنها مش مجنونة وإنها مرشحة كمان للدكتوراه، وبتقول لها لورا إنها بتشوف حاجات محدش بيشوفها غيرها، ومش عارفة إذا كان كلامها ده منطقي ولا لأ، بس مش قادرة تفسر اللي بيحصل حواليها. وبتسألها الدكتورة روز عن الشيء اللي بتشوفه وإذا كانت تقدر توصفه، وبتقول لها لورا إنه بيتمثل في أشخاص تعرفهم كأنه بيلبس وجوه الناس، وتكون لورا متوترة جدا وهي بتشرح لها علشان عارفة إن الدكتورة مش هتقتنع بالكلام اللي بتقوله. وبتسألها الدكتورة إذا كانت شايفة الشيء اللي بتحكي عنه ده قدامها دلوقتي وعن إيه اللي بيعمله لما بيظهر لها، وبتقول لها إنه بيبتسم بس الابتسامة مش عادية، وبتوصف لها إنها أسوأ ابتسامة شافتها في حياتها، وأول ما بتشوفها بتتأكد إن في خطر حقيقي عليها وإنها طول الوقت حاسة بالخوف بسبب كل اللي بيحصل معاها. والدكتورة بتكون فاكرة إن عندها هلاوس، بس لورا بتأكد لها إن اللي بتشوفه حقيقي وإنها مش فاهمة اللي بيحصل لها، وإن الشيء ده استحوذ على حياتها وعقلها. والدكتورة روز بتحاول تبرر لها اللي بيحصل لها بأسلوب علمي وطبي، بس لورا بتقول لها إنها هتموت ومحدش قادر يصدق كلامها. وفجأة بتقع لورا على الأرض كأن في حد هجم عليها وبتحاول تهرب منه، وبتقول للدكتورة إنه موجود معاهم دلوقتي. والدكتورة بتقول لها إنها مش شايفة حد موجود في الأوضة، وبتطلب منها إنها تهدى. ولما الدكتورة هتحس إن الأمور خرجت عن السيطرة هتتصل بالطوارئ للسيطرة على لورا قبل ما تأذي نفسها. ومجرد ما الدكتورة بتقفل خط التليفون بتشوف لورا على وشها ابتسامة غريبة وماسكة جزء من الطبق اللي كسرته وبتقتل بيه نفسها قدام الدكتورة. والشرطة هتيجي علشان تحقق في الجريمة، وبيسألوا الدكتورة عن لورا وهل إذا كانت مجنونة أو بتعاني من مرض نفسي. والدكتورة مش هتلاقي تفسير علمي للي حصل غير إن لورا كانت بتعاني من هلاوس ما بعد الصدمة اللي حصلت لها بسبب موت أستاذها في الجامعة، وإنها كانت معتقدة إن في شر بيطاردها وماتت وهي على وجهها ابتسامة. والمحققين هيعتبروا إن لورا مجنونة وهيقفلوا التحقيق على كده. ولما روز هتروح بيتها هتبدأ تشوف حاجة غريبة قدامها على الحيطة وهتفضل مركزة فيها، ولما هيوصل خطيبها البيت ويفتح الباب هتتفجع لدرجة إن الكاس هيقع من إيدها، بس الموضوع هيعدي بعد كده طبيعي. وروز هتحكي لخطيبها عن اللي حصل في المستشفى وعن لورا المريضة بتاعتها اللي انتحرت قدامها، وخطيبها بيبلغها إنها تستعد علشان معزومين على العشاء مع أختها هولي وجوزها. وهم قاعدين على العشاء بيتكلموا، روز هتكون سرحانة ومش مركزة معاهم وبتفكر في اللي حصل لأنه أثر عليها بشكل أو بآخر. وهولي بتعزم لورا على عيد ميلاد ابنها، بس لورا بتتأسف لها وبتقول لها إنها عندها شغل، والكلام اللي قالته ده هيخلي هولي تسخر منها ومن شغلها، وبتنصحها إنها تفتح عيادتها الخاصة وإن البلد فيها مجانين كتير ممكن يتعالجوا عندها، وبكده تقدر تكسب فلوس كتير أكتر من شغلها في المستشفى اللي واخد وقتها ده كله. وخطيبها هيرد عليهم ويقول لهم إن روز بتحب مهنة الطب وبتعتبرها رسالة وإنها مستعدة إنها تشتغل بدون مقابل لأنها عندها مبادئ. وتاني يوم وهي بتمارس شغلها في المستشفى بتسأل الممرضة عن تقرير الشرطة بتاع لورا وهل وصل المستشفى ولا لأ علشان عايزة تطلع عليه. وهي بتتكلم مع الممرضة هيقابلها الضابط اللي كان بيحقق معاها في القضية، وبيظهر عليه إنه كان على علاقة مع روز من زمان وبيكون جاي المستشفى مخصوص علشان يشوفها ويتكلم معاها. والممرضة اللي كانت واقفة وسامعة الحوار بتبلغه إنها مخطوبة علشان يبعد عنها. وفي مكتب روز هتكون قاعدة وبتقرا التقرير اللي وصل لها عن لورا، وبتعرف من خلاله إن لورا شافت أستاذها في الجامعة وهو بيقتل نفسه بالمطرقة، وإنه ابتسم قبل ما يموت. وهي ماشية في المستشفى هيلفت نظرها كارل المريض النفسي وهو بيبتسم نفس الابتسامة اللي كانت بتبتسمها لورا، ولما هتكلمه مش هيرد عليها لدرجة إنها بتقرب منه علشان تلفت انتباهه، بس كارل هيبان عليه كأنه مش شايفها أو مش حاسس بوجودها. ولما اتكلم قال لها إنها هتموت وبدأ يصرخ فيها، وروز هتطلب الطوارئ علشان يساعدوها ويسيطروا على كارل. ولما الطوارئ بتوصل وتحاول تسيطر على كارل بيكون نايم في مكانه
وكأن اللي حصل وشافته من ثواني ما حصلش. ورئيسها في الشغل بيحقق معاها عن اللي حصل ويبلغها ان كارل من المرضى غير المؤذيين، وان اللي حصل منها نتيجة تأثيرها بانتحار لورا قدامها. وساعتها بتعتذر له روز عن المبالغة في رد فعلها. ورئيسها في الشغل بيبلغها انها تاخد اجازة اسبوع علشان بتجهد نفسها في الشغل، وانها بتشتغل اكتر من 80 ساعة في الاسبوع، واكيد بقالها فترة مش بتنام كويس، وانها المفروض تكون مرتاحة علشان تقدر تساعد مرضاها. وبعد ما بتمشي روز من المستشفى هتروح لمحل لعب اطفال وتشتري هدية لابن اختها بمناسبة عيد ميلاده اللي اختها عزمتها عليه. ولما بتروح روز بيتها خطيبها بيلاقيها مش طبيعية، فبيسألها عن سبب التوتر المستمر اللي بقت فيه. بلغوا روز انها اخدت اجازة اسبوع من الشغل لان رئيسها طلب منها ده، وعلشان ترتاح من ضغط الشغل الكتير اللي كانت بتمر بيه، وبتطمنه انها كويسة. وبعد كده روز هتسمع التسجيل الصوتي للحوار اللي دار في الجلسة اللي كانت بينها وبين لورا في المستشفى، وهتسمع في التسجيل اسمها وكأن حد بيهمس بيه في ودنها، وهتعيد التسجيل كذا مرة علشان تتأكد. وفجأة وسط تركيزها هتحس ان حد جه من جنبها ونادى عليها باسمها، اللي هيخليها تتفزع وتقع على الارض. وخطيبها هيجي لها وهيطلب منها انها تهدى لانها في حالة فزع شديدة. وبعد الموقف ده روز هتروح تزور الدكتورة النفسية وتقول لها عن اللي حصل مع لورا، وانها موتت نفسها قدامها، وان اللي حصل ده أثر عليها. والدكتورة بتربط اللي حصل لها بواقعة تانية، وهي انتحار ام روز لما كانت طفلة، واللي كان مأثر عليها برضه من زمان، وانها بتلوم نفسها بسبب اللي حصل مع لورا. وروز بتقول لها ان اللي حصل ده كان في الماضي، وانها اتجوزت ازمتها السابقة بسبب موت امها. وروز بتطلب من الدكتورة انها تكتب لها على دواء يهديها، بسبب انها من لحظة موت لورا وهي بتشوف وبتسمع حاجات مش موجودة في الواقع، بس من كتر ما بتسمعها وتحسها بتشوفها وكأنها طبيعية. والدكتورة بتقول لها ان سبب الاوهام والهلاوس اللي بتجيلها بسبب المريضة بتاعتها، وان اللي حصل معاها فكرها بمخاوف قديمة زودت الضغوط النفسية عليها. وبتنصحها الدكتورة انها تبعد وتاخد اجازة عن كل الضغوط دي، وانها تحاول تندمج مع الناس لان ده هيخفف عليها الضغط اللي بتحس بيه. وفعلا روز بتسمع نصيحة الدكتورة وبتروح عزومة عيد ميلاد ابن اختها. وابن اخت روز بيفتح الهدايا اللي جات له في عيد ميلاده، ومن ضمن الهدايا هيفتح الهدية اللي اشتريتها خالته روز ليه. وهيتفاجئ لما بيفتح الهدية بوجود قطة ميتة جوه العلبة، وبتكون القطة اللي موجودة في علبة الهدايا دي بتاعت روز اللي اختفت من بيتها وكانت بتدور عليها وما تعرفش مكانها. وكل اللي موجودين هيتهموا روز بانها ازاي تعمل حاجة زي كده، وروز بتبص لهم وبتنكر الكلام اللي بيقولوه عليها، وانها ما تعملش حاجة شبه كده، وهي منهارة وبتعيط. وروز بتشوف بنت ما تعرفهاش وسط الموجودين وبتبتسم ليها نفس الابتسامة الغريبة وبتكلمها روز، بس كل اللي موجودين شايفين روز بتكلم نفسها. والبنت دي بتظهر في وش روز فجأة اللي بيخليها تتفزع وتقع على الترابيزة، وبعد كده هينقلوها للمستشفى. بعدها خطيب روز هيوصلها بعربيته، وروز بتحاول تفسر له انها مش مجنونة، وان في حاجة بتحصل لها، وان في روح شريرة بتطاردها، وانها بتعتقد ان الروح الشريرة دي هي اللي قتلت المريضة بتاعتها، لانها قبل ما تموت شافت اللي هي بتشوفه دلوقتي، وان الموضوع اتنقل ليها بشكل لعنة اتمكنت منها، وانها خايفة يحصل لها حاجة زي اللي حصل للورا. وخطيبها هيكون شايف انها بتهزي بكلام غريب ومش هيصدق ولا كلمة من اللي قالتها، وبيوصف تصرفاتها وكلامها بالجنون، وبيقول لها انها عندها مرض عقلي زي امها وانها ورثت الجنون منها. وبعدها روز بتبحث على الانترنت عن المدرس اللي موت نفسه قدام لورا، وروز بتعرف اسمه وبتروح تزور مراته علشان تعرف منها اللي حصل له قبل ما يموت. ومرات المدرس بتحكي لها ان سلوكه اتغير قبل ما يموت، زي انه كان متوتر طول الوقت، وانه كان بيصحى من النوم مفزوع، وانه بعد كده بطل ينام خالص، وكان بيكلم نفسه كأنه شايف حد وبيتكلم معاه، لغايه لما البوليس كلمها يوم وفاته وبلغها انه توفى. وروز بتسألها ان كان جوزها وصف لها شكل الشبح اللي بيشوفه، وساعتها مرات المدرس هتوريها رسومات كان راسمها قبل ما يموت، ومنهم صورة لوجه اسود مبتسم، وبتقول لها هو ده اللي كان دايما بيشوفه، وان ده الشيء اللي كان بيحاول يقضي عليه. وبتكلمها عن باقي الرسومات، وبتقول لها انه كان راسم اخوه اللي توفى من زمان، وبسبب موته حصلت له صدمة نفسية وما قدرش يخرج منها بسهولة. وبتسألها روز ان الاعراض دي ظهرت عليه من امتى، ومرات الاستاذ بتقول لها ان الاعراض دي ظهرت عليه لما كان في اخر مؤتمر حضره، وفي المؤتمر ده كان هو شاهد على واقعة ست قتلت نفسها قدامه. وبتستغرب روز ان الاستاذ شاهد برضه نفس الاحداث ومر بنفس الظروف اللي لورا مرت بيها. وبتسألها روز اذا كانت تعرف اسم الست اللي موتت نفسها قدامه، وبتقول لها روز ان جوزها ما كانش مجنون، وان الحاجات اللي شافها وحصلت معاه بتحصل
بيحصل معاها بالظبط، وبتتهمها مرات المدرس بالجنون وبتطردها بره البيت، وبتترجاها روز انها تقول بس اسم الست اللي موتت نفسها، بس بترفض ترد عليها وبتطردها. وساعتها روز هتروح لصاحبها القديم جويل، الضابط اللي كان بيحقق معاها في واقعة موت لورا، وبتطلب منه المساعدة، وبتطلب منه ما يسألهاش عن الأسباب اللي خلتها تلجأ ليه، وبتقول له اسم الأستاذ الجامعي، وبتطلب منه إنه يبحث عن أي تقارير للشرطة تكون ذكرت اسمه. ولما الضابط بيبحث بيكتشف إن المدرس الجامعي كان شاهد وحيد على مقتل ست في مؤتمر قبل ما يموت هو كمان بعدها ب4 أيام. وبتسأله روز عن اسم الست دي، وبيقول لها إن اسمها أنجيليا، وبتطلب منه إن يعمل نفس البحث بس باسم أنجيليا. وساعتها بيكتشفوا إن نفس النمط بيتكرر، وإنها برضو قبل وفاتها ب4 أيام كانت شاهدة على واقعة انتحار. وبتكتشف روز إن الموضوع هيحصل معاها زي ما الموضوع بيتكرر كل مرة، وبتطلب من جويل إنه يطبع لها الصور والتقارير اللي بحث عنها، وبتاخدها وبتمشي. وروز هتروح لأختها هولي وتفهمها اللي بتتعرض ليه، وإن معاها الدليل على كل اللي بيحصل لها، وإنها مش مجنونة علشان تساعدها وتقف جنبها. بس أختها بتتهمها إنها مجنونة وإنها ورثت الجنون من أمها، وبتبلغها إنها خايفة على ابنها منها، وبترفض إنها تساعدها أو تصدقها. وجويل هيكلم روز في التليفون ويبلغها إن في سلسلة من الارتباطات بين الأسماء اللي بحث عنها وناس كتير غيرهم، وإن النمط مستمر بنفس الشكل من زمن طويل، وإنه لغاية دلوقتي بس اكتشف حوالي 20 قضية مرتبطين ب19 ضحية. وروز هتسأله إن عدد القضايا 20 والضحايا 19، فجويل هيقول لها إن النمط اتغير مع واحد بس واسمه روبرت، وإن شريك روبرت في الشغل قتل نفسه قدامه، وبعد 4 أيام روبرت قتل ست ما يعرفهاش بدون أسباب، وإن الشاهد على الجريمة بتاعته قتل نفسه بعدها، وإن النمط رجع تاني ومستمر لغاية آخر ضحية وهي لورا. وبيقول لها إن روبرت مسجون حاليا بسبب الجريمة اللي ارتكبها، وبتطلب روز من جويل إنها تقابل روبرت في السجن. وفعلا جويل هيساعدها إنها تقابل روبرت، وفي المقابلة روز هتسأل روبرت عن اللي حصل له قبل ما يرتكب جريمته، وهتكذب عليه وتبلغه إنها عندها مريضة شافت واحد بيموت نفسه قدامها، ومن ساعتها وهي بقت تشوف حاجات غريبة. ولما بتسأله عن إيه هو الشيء ده، روبرت هيجاوب عليها بإنه ما يعرفش إيه هو. بتسأله روز باعتباره الناجي الوحيد منه، وبتطلب منه المساعدة، فبيقول لها إنه تتبع النمط اللي كان بيتكرر لغاية ما وصل لحالة في البرازيل نجا منها شخص واحد عن طريق إنه قتل جاره، والشيء ده انتقل لمرات جاره اللي شافت الجريمة. وبيقول لها إن المريضة بتاعتها هتموت إذا ما ارتكبتش جريمة قتل، وإن هي دي الطريقة الوحيدة علشان تنجو من الموت، وإنها تتأكد وقت ارتكابها الجريمة من وجود شاهد، لأن الشيء ده بينتقل من خلال الصدمة، وإن لازم تكون الجريمة بشعة علشان الصدمة تكون قوية على اللي بيشوفها. وروز مش بتقدر تسيطر على نفسها وبتصرخ في وش روبرت، وبتقول له إنها مش هتقدر تقتل حد. وساعتها بينزعج منها روبرت وبيخاف منها جدا لما بيعرف إنها هي المصابة باللعنة، وبيطلب منها إنها تبعد عنه، وبيطلب من الحراس إنهم ياخدوه بعيد عنها. ولما بيسألها جويل على اللي حصل مع روبرت بترفض تقول له حاجة، وبتكتفي بس إنها تبلغه إن روبرت مجنون. وبتقرر روز إنها تاخد سكينة وتدخل بيها المستشفى اللي بتشتغل فيها، وتروح لغرفة كارل المريض بتاعها. وأول ما بيشوفها كارل بيصرخ وبتقتله قدام رئيسها في المستشفى علشان يكون شاهد على الجريمة وتنتقل له اللعنة. بس بتفوق مفجوعة وبتلاقي نفسها في العربية وكأنها كانت بتحلم باللي عايزة تعمله، وبتنهار. وساعتها بيشوفها رئيسها في الشغل وبيسألها عن سبب وجودها قدام المستشفى، وإنها المفروض في أجازة، وبيطلب منها إنها تدخل معاه المستشفى عشان يتكلم معاها لأن حالتها سيئة جدا. بس روز بترفض لأنها بتكون عارفة إنها مش هتقدر تتحكم في تصرفاتها وممكن ترتكب جريمة بالسكينة اللي معاها، وبتهرب من قدامه بعربيتها علشان تبقى لوحدها. وهي في الطريق بيكلمها جويل في التليفون وبيسألها عن اللي حصل قدام المستشفى، وروز بتبلغ جويل إن اللعنة اللي صابتها محتاجة إنها تنتقل لروح تانية، وإن بغياب الشاهد اللعنة هتقف، وطالما هي لوحدها فاللعنة هتقف عندها هي وبس، وإنها لازم تواجه الروح الشريرة لوحدها. وبترفض تقول لجويل عن مكانها. وبتروح روز لبيتها القديم اللي اتربت فيه وعاشت فيه طفولتها، وبتتذكر مشهد أمها قبل ما تموت، وإن أمها قبل ما تموت طلبت مساعدتها وإنها تنجدها، بس روز مش بتقدر تعمل لها حاجة. وبتشوف روز أمها قدامها وبتكلمها وبتقول لها أمها إنها ما كانتش أم صالحة ليها، وإنها حاولت بس ما قدرتش. وبتسألها أمها عن السبب إنها ما حاولتش تساعدها قبل ما تموت وتنقذها، وروز بتقول لها إنها ما عملتش كده أو ما قدرتش تنقذها لأنها كانت بتخاف منها، وإنها ما كانش عندها رحمة بيها، وما كانتش تعرف تعمل إيه وقتها، وإنها اتحملت إنها تشيل الذنب طول حياتها بسببها. وبتعرف إن اللي قدامها دي مش أمها، وإن عقلها هو اللي مصور لها اللي بيحصل، وإنها المفروض تحارب أفكارها علشان تنتصر على الشبح اللي بيطاردها. وبعدها بتتحول أمها لشبح بيطارد روز وبيخنقها، وبتحاول تقاومه.
وبتنجح انها تحرقه وتهرب بره البيت، وروز بتفتكر انها خلاص وقفت اللعنه واتخلصت منها للابد، وبتسوق عربيتها وبتروح لبيت جويل وبتعتذر له انها دخلته في مشكلتها وانه الوحيد اللي واقف جنبها بعد ما تخلى عنها خطيبها واختها، وبتعتذر له انها اتخلت عنه زمان لانها بتخاف ان اي حد يدخل حياتها وانها كانت انانيه، وبتطلب منه انه يفضل جنبها لانها خايفه، وبيوعدها انه يلازمها للابد بس طريقته كانت مخيفه، وبيبتسم لروز وبتعرف ان اللعنه ما انتهتش، وبتفتح الباب علشان تهرب، ولما بتطلع من الباب بتلاقي نفسها قدام بيتها القديم من جديد وبيكون سليم وما اتحرقش، وجويل بيكون جالها علشان كان بيدور عليها وهتهرب منه لجوه البيت، وبتقفل على نفسها وبتصرخ لما بتشوف الشبح بيطاردها لغايه لما الشبح هيدخل جسمها عن طريق بقها، وجويل هيكسر الباب ويدخل عشان ينقذها، وبيلاقيها واقفه وبتكون غرقت نفسها بالبنزين، وبتبص له وبتبتسم، وبيشوفها وهي بتموت، واللعنه بتنتقل له بنفس النمط اللي مش هيقف. والفيلم بينتهي على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق، وسلام.